أو متفرج أيضا يحضرون مباراة البرتغال فرنسا من أجل المركز الأول أو إلى دور الثمن النهائي من منافسات يورو 2020 الذي 10 مواجهة بين بنزيما وروبي، مواجهة فرنسا التي لم يسبق وأن سجل عليها في 6 مواجهات سابقة، مثلما لم يسبق وأن سجل على إنجلترا ولا على إيطاليا ولا على البرازيل ولا على حتى منتخب الأوروغواي بقيادة هذه المباراة في فرنسا بتغييرات طفيفة، 3 تغييرات على مستوى التشكيلة، نفس الشيء بالنسبة للبرتغال بالتغييرين. نبدأ ببطل العالم منتخب فرنسا هوغو لوريس في حراسة المرمى، كوندي سيكون على الجهة اليمنى، لوكا هرنانديز على الجهة اليسرى، بريسنيل، كيمبيمبي، فاران، بول بوجبا، نغولو كانتي، توليسو في عليه ريناتو. هذه تسديدة ولا تمريرة ولا ايش يا ريناتو يا سانشيز؟ كرة سهلة، الكرة العرضية ولا رونالدو بالراس ويقول بابا خطيرة ركنية. كما انت خطير يا كيليان. الجهة اليسرى يحاول يمر كوندي، يتفوق كورنتين، توليسو الذي يستفيد من خطأ يصفر له حكم غالي. جوتا ما زال رونالدو، جوتا هايلة من جريزمان، يتمكن من التفوق في هذه الكرة. أنطوان فرانكو جازة خطيرة، رائعة الكرة هذه من بوجبا لكيليان مبابي. الكرة راحت سهلة بالنسبة يطلبها رونالدو، كرة من رينالدو سانشيز لرونالدو. 4 نقاط البرتغال، 4 نقاط كذلك. ولما جرى 4 كرة خطيرة، بابا ضيعتها. أول فرصة وأول كرة وأول لعبة ضيعتها يا مبابي، خرج من هنالك خلف المدافعين وكاد أرضية، وكيمبيمبي يخرج الكرة في التماس لصالح البرتغال. يقترب من الدقيقة 20، ما زال 0 مقابل 0. يا فاران، يا فاران، يا فاران ماذا فعلت؟ كرة مثل هذه بنزيما لا لبوجبا ولا لبنزيما، وغيريرو يستفيد من خطأ يصفر حكم المباراة لصالح عناصر المنتخب البرتغالي. الجهد البدني كبير مبذول لحد الآن، واحنا يلحقها ولن يلحقها لأنها بعيدة تماما. هذه الكرة راحت ضربة مرمى لصالح الحارس روي باتريسيو أمام أنظار فرناندو سانتا. رونالدو سانشيز، شوف القوي، ويقطعها من هنالك نغولو كانتي. تقريبا تشابه. الحكم الاسباني انطونيو ماتيو لاوس يحذر وينذر ويقترب. موتينيو، ضربة جزاء، ضربة جزاء يحتسبها الحكم. انطونيو ماتيو لاوس لصالح دانييلو بيريرا، ركلة جزاء. اللاعب بوجبا يقول له ما بك يا سيد الحكم، من اين لك ضربة الجزاء هذه؟ يتخلص من هذه الكرة ويفتح مجال التسجيل للبرتغال. رونالدو لوريس، رونالدو جول على الجهة اليمنى وبقوة، اختار الزاوية وسدد الجول وسجل الجول. 1-0 للبرتغال، للبرتغال بطل اوروبا امام فرنسا بطل العالم، من ركلة جزاء جاءت من كرة واحدة، تمريرة واحدة، لمسة واحدة، وارتطام واحد. 1-0 للبرتغال على فرنسا. كم ستحلو المباراة. بقوة ضربها على الجهة اليمنى رونالدو. لو سمعتني يقول موتينيو بعيد الكرة هذه من موتينيو بيسرى، بعيدة تماما على يمين جوتا. سران فاران جريزمان، الكرة راحت ضربة مرمى. برناردو ما زال سيلفا عنده الكرة الآن. برناردو رجع لموتينيو ولكن بعيدة. يا جريزمان، يطلب منك موتينيو، يقترب منه، حاول يمر من امام كيمبيمبي والحكم يصفر خطا لصالح رونالدو. لو يخرج لك البطاقه الصفراء يا كيمبيمبي. لمنتخب البرتغال يا موتينيو، يا برناردو، يا موتينيو، الكرة مرفوعة، لم تمر لأنه اللي قطعها هو قاطع الماء والكهرباء. مبابي ما زال يحاول يمر، مبابي يلعبها للوسط لبوجبا، دخل مبابي، ركلة جزاء
وركلة جزاء يصفرها حكم المباراة. يقولوا له أنت مجنون يا سيد الحكم، من فضلك يقول بيبي. شوف الفار ماذا يقول، هو الذي اصطدم بي وليس أنا الذي اصطدم. كم هو مفيد تسجيل هدف في هذه اللحظات. كريم على الجهة اليمنى من هنالك، بنزيما جول. بنزيما على اليمين يرد على رونالدو مثلما سجل على يمين الحارس. كريم يفتح عداده في اليورو ويفتح عداده امام البرتغال وامام رونالدو وامام روي باتريسيو من ركله جزاء مثلما حدث للبرتغال. 1-1 صارت النتيجه الان. البرتغال فرنسا سنشهد اهداف كثيره في الشوط الثاني باذن الله. هاي الهربه من امبابي والتغطيه من سيميدو وركله الجزاء التي لم يتردد في اعلانها الحكم. وبابا جول. لا هذه المرة يقول الحكم، لا هذه المرة يقول الحكم ليس هناك. لا رونالدو يسقط والجريزمان يسترجع والحكم يصفر نهاية الشوط بالتعادل 1-1. كله إثارة. البرتغال جول، فرنسا جول. موعدي بكم مع بداية الشوط الثاني بعد حين بإذن الله تعالى. أيمن والجماعة تفضلوا إليكم الخط مشكورين. اهلا وسهلا مع مجريات الشوط الثاني من مباراة البرتغال امام فرنسا. تغيير المانيا وخسر البرتغال. كرة خطيرة. بابا 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 جول. وضع تسلل. جول وضع تسلل من كريم بنزيما في اللعبة الماضية. يا له من تمريرة في منتهى الروعة، يا له من طلب كرة في العمق من كريم بنزيما. هرب سدد. وضع تسلل. جول جول يسجل الثاني ويعقد من مامورية البرتغال. يا سلام، الفرحة كانت فرحتان. الفرحة ناقصة بالنسبة للمنتخب الفرنسي لأنه عنده تسجيل. عند تسجيل الهدف رفع الحكم الراية وبعدها بهكذا الشكل أمام منتخب البرتغال. سيخرج البرتغالي رونالدو. ارتقاء من الطائر رونالدو. الراسية مرت سلامات منه وكوندي الحارس. وركلة جزاء يصفرها الحكم. ركلة جزاء بعد لمسة يد من كوندي. رونالدو يعيد البرتغال في رونالدو ولوريس. كريستيانو وايجو. رونالدو ولوريس. رونالدو بالقوة على الجهة اليمنى. قلنا لك يا ايجو يا لوريس. رونالدو يعدل. رونالدو يرد على بنزيما. رونالدو يسجل هدفه الثاني. رونالدو يصبح هداف اليورو. رونالدو يسجل هدفه 109. صام عن التسجيل امام فرنسا وعندما افطر. تركيز كبير عند كريستيانو رونالدو. هو هكذا الغول يسجل الهدف الثاني. الهدف الثاني لسجل المنتخب المجري. الكرة خطيرة. امبابي وكريم. واحد منهم بنزيما يرجع للخلف. وبوجبا خطيرة الكرة هذه. خطيرة. بوجبا خطيرة. التسديدة جول. بابا جريزمان. روي باتريسيو ينقذ البرتغال. وجريزمان بيمنى مرة ثانية صدها بروعة. روي باتريسيو واحد من البطولة. يا سلام. رونالدو سيسكمر. الراسية. روبن نيفيش يخرجها. كومان صنع فارق من هنالك على الجهة اليمنى منذ دخوله من امام رونالدو. 4 بطاقات صفراء نالها اللاعبون كله. مثل المانيا عدلت واحنا متعادلين. خذ بالك في من برونو فرنانديش. هذه هي الكرة والتغطية الدفاعية كانت من رافائيل فاران. رائعة جدا هذه التوزيع. البرتغال كومان وجول. جريزمان. كومان وجريزمان. الكرة البعيدة عالية في وقت كنت أقول بأن بلغير آخر. سيسوكو يأخذ مكان أنطوان جريزمان. كومان دخل. الحكم يقول لا. الحكم يقول لا، ليس هناك ركلة جزاء يا كينغسلي يا كومان. كذا ثالث. الكرة بعيدة.
بعيد الكرة هذه وراحت سلامات. البرتغال ثالثا، ألمانيا صعبة. كومان ينقذ فرنسا من امام كريستيانو رونالدو، او كوندي يتدخل من امام كريستيانو. لاوس يصفر نهاية هذه المعركة بين بنزيما ورونالدو.